مجموعة من الأشخاص بتتجمع في منزل العائلة، ومن المفترض إن تجمعهم ده يكون لطيف جدا، لكن المفاجأة إن في حد فيهم هيموت. بتبدأ قصة الكتاب مع واحد اسمه أرثر، واللي بيكون راجع من الحرب في أجازة مرضية، وبالمصادفة بيقابل صديقه جون. وأول ما جون بيقابل أرثر بيعرض عليه يقضي أجازته في منزل العائلة، وهناك بيقابل إيميلي اللي بترحب بيه جدا. وبنعرف برضه إن إيميلي مش أم جون وأخوه الحقيقية. وأرثر بيجمع شوية انطباعات عن الناس اللي موجودين في المكان، وأولهم صديقه جون وأخوه لورانس. وبنعرف إن جون ولورانس مفلسين، وإن إيميلي هي اللي بتصرف عليهم. ولكن الموضوع ده اتغير من وقت ما إيميلي اتجوزت للمرة التانية. الشخص اللي اتجوزته إيميلي كان اسمه ألفريد، والمشكلة إنه أصغر منها ب20 سنة. أما ماري واللي بتكون زوجة جون فبتكون شخصية غريبة، خصوصا لما بتعلق وبتقول إن ممكن حد يتقتل عن طريق السن، ويقولوا إن هي موتة طبيعية. ومن ضمن المجموعة بنت اسمها سينثيا، واللي بتكون بنت ممرضة، وكمان إيميلي ربتها من وهي صغيرة. أما آخر واحدة معانا في المجموعة بيكون اسمها آيفي، وبنعرف إن هي الصديقة المقربة لإيميلي، ولكن بيحصل ما بينهم خلاف. آيفي بعدها بتقول إنها تمشي وتسيب البيت، لكن قبل ما تمشي بتمسك أرثر وبتقول له إنه ياخد باله كويس من إيميلي، لأن كل اللي حواليها مستنين الفرصة علشان يتحكموا فيها، ولكن محدش بيلحق لأن إيميلي بتتقتل. بس لو عايز تعرف أكتر عن أحداث القصة دي فهتلاقيها في كتاب قضية ستايلز الغامضة للكاتبة أجاثا كريستي. مش هتندم أبدا إن أنت قريت الكتاب ده.